عارفين إن في أيقونة للعذراء وقفت قدام جيوش المغول لدرجة إنهم هربوا من الرعب؟ زمان وتحديداً في القرن 12 ورث الأمير أندريا بوغوليوبسكي أيقونة للعذراء، وكانت قديمة جداً بس شكلها كان في منتهى الجمال. وساعتها أخدها الأمير وفضلت موجودة عنده لمدة 20 سنة في موسكو، وكان الأمير بيحبها جداً وبيقعد قصادها بالساعات، وكان بيخاف عليها قوي. وفي يوم من الأيام تعرضت المدينة لهجوم، وساعتها قرر الأمير أندريا إنه يحمي الأيقونة عن طريق إنه يبعتها لمدينة تانية اسمها فلاديمير، وهناك اشتهرت الأيقونة باسم العذراء فلاديمير. وساعتها كان ملك المغول حفيد جنكيز خان بيهجم على كل المدن ودمر مدن كتيرة جدا، والناس كانت مرعوبة. ووقتها كل الناس كانت بتروح قدام الأيقونة وتصلي للعذراء عشان تنقذهم. وبالليل والمغول كانوا متجمعين، فجأة ظهرت لهم أمنا العذراء وحذرتهم بمنتهى الحزم والقوة، وقالت لهم يخرجوا بره البلاد وما يرجعوش هنا تاني، وادتهم فرصة 3 أيام عشان ينسحبوا. وأول ما المغول شافوا المنظر اترعبوا، وأولهم حفيد جنكيز خان، وبسرعة لموا كل حاجاتهم وسابوا كل حاجة خدوها من البلد وهربوا فورا. وأيقونة العذراء فلاديمير ليها معجزات كتيرة جدا، وهي موجودة لغاية دلوقتي في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو. وانت كمان صلي معايا وقول: يا أم النور، يا أم الرحمة، بنشكرك على حضورك الدائم في حياتنا وعلى شفاعتك اللي ما بتخلصش. بنشكرك على معجزاتك اللي بتملأ قلوبنا بالإيمان وبتقوي عزيمتنا. بنطلب منك يا عذراء فلاديمير تفضلي سهرانة علينا وتساعدينا في كل لحظة وتحفظينا من كل شر، واشفي نفوسنا من كل ألم، وصلي من أجلنا واحفظي بلادنا. آمين.